أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. معجزات العذراء في كل مكان. معجزات العذراء كل يوم، حرفيا كل يوم بنسمع معجزة جديدة للعذراء، معجزة جديدة أقوى من اللي قبلها. دايما العذراء بتعمل معجزات حرفيا تخليك تكلم نفسك، بتبقى انت مش مصدق ان الموضوع ده حصل فعلا. كل يوم نسمع العذراء ظهرت لفلان المسلم وشفته من الكانسر، العذراء ظهرت لفلان المسيحي وشفته من الكبد، العذراء ظهرت لفلان اليهودي ومش عارف عملت له ايه، العذراء ظهرت للملحد فلان في الدولة الفلانية وعملت له كذا وكذا وكذا. والعذراء من فترة كان بيتكلم عليها توفيق عكاشة وقال أبوس رجل العذراء على اللي هي عملته معايا. يبقى العذراء مريم مش بس حد بيعمل معجزات، لكن معجزاتها ملهاش مثيل. معجزاتها فعلا تخلي دماغك تشت، ما تتصدقش. معجزة هنحكيها النهاردة حصلت حقيقية وحصلت في مصر. المعجزة دي بتقول ان من حوالي 70 سنة كان في يهود عايشين في مصر بكترة، مش زي دلوقتي. يعني اليهود كانوا اكتر من كده في الخمسينات والستينات، كانوا اكتر من كده بكتير. كان في يهود عايشين في مصر، وكان في واحد يهودي شغال في مخبز في فرن، وكان عنده ولد وحيد، ولد صغير كده، يعني ولد في ابتدائي. فالولد ده كان بيلعب مع اصحابه، فاصحابه دول مسيحيين. طب هو يهودي، وابوه زي ما قلت لكم فران شغال في فرن. فالمهم الولد خرج يلعب مع اصحابه، وبعد كده الولد اتأخر، استنى نص ساعة، ساعة ونص، ساعتين. الولد جه، انت كنت فين؟ قال له يا بابا انا رحت الكنيسة مع اصحابي. فقام الراجل ماسكه رنه علقة فعلا، يعني الولد كان هيموت في ايده من كتر الضرب اللي هو ضربه له. لو رحت الكنيسة تاني انا مش هعمل لك خير، انا هخلي جسمك كله يعني هشلفطك، يعني فعلا بمعنى الكلمة قال له هبهدلك، مش هخلي فيك حتة سليمة، اوعى تروح الكنيسة دي مرة تانية، احنا مش بتوع كنايس. وده اللي حصل. الولد طبعا صغير، فبعدها بكام شهر نسي اللي ابوه عمله، ونسي الموضوع بتاع الكنيسة. كان بيلعب مع اصحابه، نفس اصحابه راحوا الكنيسة، راح معاهم ساعة، 2، 3، 4. الواد اتأخر، رجع، كنت فين؟ الولد خايف يقول كنت في الكنيسة، قال له مسك الولد، يعني الاب مسك الولد كتفه، وقام فاتح الفرن. ما هو شغال في فرن، هو فران عنده مخبز، وقام حط الواد جوه الفرن وقفل عليه وعلى النار على الاخر، وخد بعضه وروح. بالليل الساعة 11 12 الواد ما جاش، هو عامل حسابه ان محدش هيعرف، عمل نفسه ان هو مخضوض على الواد، قعد يدور عليه، الواد ملوش اثر. طب وبعدين هنعمل ايه؟ الصبح يدوروا يمين شمال مش لاقيين الولد، فراحوا بلغوا البوليس. فهو عامل حسابه ان الصبح الناس اللي شغالة معاه في الفرن هتروح مش تاخد بالها ان كان في حد موجود، لانه معلي النار على الاخر، هياخدوا بس بالهم ان النار كانت شغالة وما انطفتش، هيبقى الواد رماد، يعني تراب، محدش هياخد باله. فعشان كده كان مطمن وعامل حسابه ان محدش هياخد باله ان الولد موجود. فالناس راحت الصبح عشان تفتح الفرن عشان يشتغلوا، فتحوا الفرن لقوا الواد قاعد صاحي. ايه ده؟ انت مين؟ ولا انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ فقال لهم انا قاعد. طب تعال. قال لهم لا،
يا ابني اطلع. لا مش هطلع. يا ابني اطلع من الفرن. لا مش هطلع من الفرن. فالناس بتكلم بعضها، بتقول يعني بيقولوا لبعضهم الفرن شغال طول الليل، ازاي لما فتحنا الفرن ما طلعش هبو نار في وشنا، ما طلعش حرارة تسيح وشنا، ده شغال من طول الليل على اعلى درجة، ازاي ده ما حصلش؟ فقالوا له يا ابني تعالى. قال لهم لا انا قاعد جوه مع ماما العذراء. ماما العذراء؟ انت مين ماما العذراء دي؟ ما هم يهود. قال لهم ماما العذراء ام بابا يسوع، وهي قاعده معايا طول الليل عماله تطبطب عليا وتقول لي ما تخافش، عماله تطبطب عليا وتقول لي انا معاك اوعى تقلق، عماله تطبطب عليا وتقول لي احنا بعد ما هنخرج هلعب معاك ما تخافش. الشرطه جت. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال لهم اللي حصل ان انا رحت الكنيسه وبعد كده بابا ضربني وبعد كده رحت الكنيسه تاني فحطني في الفرن وقفل عليا امبارح طول الليل، واللي حصل ان ماما العذراء جات لي. قالوا له ماما العذراء جت عملت لك ايه؟ قال لهم جت وقعدت معايا وطبطبت عليا وقالت لي ما تخافش وما تزعلش بابا بيحبك بس هو يعني كان خايف عليك، كان مفكر ان انت لما تروح الكنيسة انت كده هيحصل لك مشكلة، معلش جاهل مش فاهم. وبعد كده الحادثة دي اتكتبت في الجورنان المصري في سنة حاجة و60. واللي حكى القصة دي راهب اسمه سيودوسيوس تقريبا او سيودور حاجة كده. واللي حكى القصة دي تاني بقى مجددا الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، رجع حكى القصة دي تاني وأكد إن القصة دي فعلا حقيقية وحصلت بالفعل. لكم أن تتخيلوا أن العذراء مريم تظهر لطفل جوه الفرن على أعلى درجة طول الليل والواد ما حصلوش حاجة. لكم أن تتخيلوا أن العذراء مريم طول الليل قاعدة بتلاعب طفل صغير. لكم أن تتخيلوا أن العذراء مريم طول الليل قاعدة جنب ولد في الفرن علشان بس تقول للعالم كله الكنيسة مش خطر، الكنيسة مش حاجة وحشة، المسيحية هي أحلى حاجة في الدنيا. العذراء مريم عملت كده علشان تأكد لكل الناس اليهود أن المسيحية هي أعظم حاجة في الحياة، وأن العذراء مريم هي بتيجي علشان تحمي أولادها وأطفالها، علشان تحس بيهم وعلشان تحنوا عليهم. هي دي العذراء مريم. لكن لو انتم مفكرين ان العذراء مريم هتسيبنا تبقوا وهمين نفسكم. والقصة دي والمعجزة دي اتحكت واتكتبت في الجرايد المصرية وكانت حديث الشارع في الوقت ده. السلام لك يا مريم يا أم الخلاص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.